السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. هداف العين الاول ملعب من جانبي بندر الاحبابي ارضيه ومحاوله عينويه. اوهو كوجو لابا في كرة خطيرة. شوف العرضية من الاحبابي جميلة والله على يد سون سامسونج الكوري الجنوبي. كرة ترسل طويلة من جانبي ما عنده تأهل في ربع النهائي أن يمر من أمام ناساف مساء بتوقيت مكة المكرمة. ثم يوم الغد الاتحاد السعودي مع ناباهور الأوزبكي، وكان الاتحاد ضربة زاوية للعين على يمين حارس المرمى خطيرة، لكن تبعد وتمر مرة أخرى. العين يتقدم إلى الأمام، العين يضغط على مرمى ناساف كارشي ويواصل للوصول لمرمى حارس ناساف نيماتوف. تلعب العرضية عيناوية خطيرة على المرمى، لكن تصويبة قوية وبعيدة وإلى خارج أرضية الملعب من جانبي بندر الأحبابي إلى ضربة مرمى عند نيماتوف. الماضي في المرتبة الموسم الجديد يبدأ في 1 مارس القادم في ديربي الإمارات، ديربي العين والوحدة. 2-0 خسارة في الديربي، آخر خسارة للعين، بعدها لعب 4 مباريات، مباراتين في الدوري. العيناوية لا زال العين يملك كرة يا بردييف، عنده مويتينوف وخطيره وكرة صعبة على المرمى، لكنها ما زالت وفيها محاولة والتصويبة والتغطية حاضرة. كارتشي الأوزبكي عند مين؟ عند كوجو لابا. بعيدة كرة كوجو لابا، بعيدة كرة كوجو لابا كثير في نصف النهائي. وصل هنا تصويبة قوية جدا، لكن خالد عيسى في يد خالد عيسى. يدرب الليغا في دوري ابطال اسيا. عرضية وكوجو لابا، جميل ارتقاء وثقة ومحاولات كوجو لابا في الكرات العرضية خطير وصعب، ومن الممكن ان يسجل في رمية جانبية، لكن هذا الطفل يرفض ان يعيد المحاولة من جانبي رحيمي عرضية وخطيرة. الفرص تمريرة عند كوجو لابو، والمحاولة مرت إلى خارج أرضية. زيلي بينية من عمير وطويلة من دور ال 16 طبعا، وهنا كرة طويلة لا هي منظمة، لكن مشوارها الأكثر والأطول مع الكرة إلى عبد الخالق قوف على والعرضية من رحيمي لم تكتمل الكرة. شوف لاعبي العين أكثر من لاعب. عرضية بندر ورأسية من مين؟ راحت الكرة ومرت سليمة على مرمى ناساف، وحكم المباراة يشير إلى راية والتسلل. زاوية تلعب عرضية، محاولة جدا لمصلحة الجورجي المتحرك الفنان تيمور جوغاتزا، لكن نادر يحيى يبعد كرة جوغاتزا. أو هذا 1-1 في أوزبكستان، تعادل في ملعب العين. تلعب العرضية عيناوية خطيرة على المرمى، لكن تصويبة قوية وبعيدة وإلى خارج أرضية الملعب من جانبي بندر الأحبابي إلى ضربة مرمى عند نيماتوف. الماضي في المرتبة الموسم الجديد يبدأ في 1 مارس القادم في ديربي الإمارات، ديربي العين والوحدة. 2-0 خسارة في الديربي، آخر خسارة للعين، بعدها لعب 4 مباريات، مباراتين في الدوري. العيناوية لا زال العين يملك كرة يا بردييف، عنده مويتينوف وخطيره وكرة صعبة على المرمى، لكنها ما زالت وفيها محاولة والتصويبة والتغطية حاضرة. كارتشي الأوزبكي عند مين؟ عند كوجو لابا.